Today's episode focuses on two young writers, namely Heidi Diab and Mustafa Al-Tobki. Heidi Diab's full name is Heidi Mustafa Diab. She has a BA of Commerce from the Cairo University. She's an amateur poet who describes herself saying that she feels she has the talent but doesn't claim to have the experience. She says she's just a person with principles with a pen that has emotions and wants to write them down. And she likes to express her feelings with words that touch the hearts and not with words that one can understand. So she defies myself to uphold this equation. And that is why many poetry masters call her the poet of the challenging easy style. Among which the poet Lamis al-Imam, poet counselor Sayyid Atiyah and poet Muhammad Saeed have all given her this name. She has two poetry collections, namely Love Crazy and Juliet. Many of her works were published in a lot of Egyptian and Arab sites and electronic papers and magazines. Among them, اليوم السابع. She loves adventure and challenge to achieve her ambitions and success. And she always strives to achieve her legitimate dreams that don't exceed her potential. She loves reading poetry from Nizar Qabbani, Ahmad Matar, Ibrahim Nagy, Biram al-Tunsi, Salah Jahin, Abdelaziz Gueda, Ahmed Shawqi, and Farouk Gueda. She also loves reading novels and literature for William Shakespeare, Ihsan Abdul Quddus, Tawfiq al-Hakim, Ibrahim al-Fiqi, Taha Hussein, Ghada al-Samman, and others. كتاب عايز أعرفكم عليه، هو مش هيبعد كتير عن الوضع اللي احنا عايشينه. اسمه المتأسلمون، ماذا فعلوا بالإسلام وبنا. المتأسلمون هم مش مسلمين، يعني احنا مش بنقول ان هم مش مسلمون، ولكن هم فاهمين الإسلام بشكل خاطئ. واعتقد ده اكتر كتاب احنا عايشينه دلوقتي. الكتاب بيطرح افكار بيعرفنا عن بعض المفاهيم. الارهاب جاية من رهب وهي الخوف والفزع، والاغتيال جاية من غول وهو اقتحام واقتباس من ليس لك. الجدال هو الخصام، والحوار هو فريضة من فريضة الإسلام، والتجاوب. حوار يعني ايه؟ ما نوصلش لأغراضنا باسم الإسلام. احنا محتاجين فعلا ان احنا ما نوصلش لهدف معين باسم الدين، لأن الدين أكبر من اننا نستخدمه كوسيلة للحصول على أي منصب. كتاب تاني من الروايات اللي أنا بحبها للكاتب الرائع إحسان عبد القدوس. أكتر كاتب مشوق بحب أقرأ ليه. من أول كلمة لآخر كلمة مع إحسان عبد القدوس مفيش ملل ولا لحظة. الكتاب اسمه حالة الدكتور حسن. بيتكلم عن إن كانت في زوجة مراتي اقتصادي مشهور، جوزها بيعاني من نوبات شلل مؤقت بيجيله، ولجأت للطبيب النفسي علشان تسأله عن سبب حالة جوزها. والطبيب قال لها ان لازم جوزك يجي، ولكن هو بيوصف ان دايما الأدباء ما بيثقوش في الأطباء المحليين، ودايما ثقتهم بتكون أكبر في الأطباء الأجانب. فكان صعب ان هي توصله للدكتور النفسي، فعالجها من خلاله. وقال لها ان هي تعمل اكتر من طريقة علشان تجيبه ليه، تخليه يروح هو بنفسه للدكتور، ولكن فشل. ولكن بعد محاولات كتير الراجل الاقتصادي المعروف قعد اقنع الدكتور ان مراته هي اللي مجنونة وهو اللي مش مجنون. ابتدى الصراع، والدكتور بيبحث مين فيهم اللي كلامه صح ومين فيهم اللي كلامه صدق، لغاية ما اكتشف في اخر الرواية ان جوزها كان فعلا بيعاني من مشكلة معينة. وبعد ان خضع للعلاج النفسي عرف ان هو يحل له المشكله دي، وقال لزوجته ان هي تستنى شويه لان معانته هي على مدار عمرها كله معاه، مش زي اللي هو بيعانيه طول الوقت. كتاب تاني عباره عن مجموعه قصصيه اسمها نخيل نازف لناصر الحاج. المجموعه القصصيه بتتكلم عن كل القصص اللي فيها تقريبا بتعرض القهر النفسي، بتعبر عن الظلم والقسوه والقهر النفسي اللي بيتعرض ليه الانسان على مدار اليوم، على مدار الاختلاط في السجون. مجموعة قصصية أكتر ما عجبني فيها هي نهايتها المفتوحة. بحب الكاتب لما بيكون له رؤية في إنه يخلي كل قارئ ليه يتخيل النهاية ويضع هو نهايته بنفسه. ده بعتبر إن هو بيتحسب للكاتب بشكل كبير، إن أنت تخلي كل قارئ من قراءك يحط النهاية بنفسه. ده أسلوب رائع، وأنا بفضل الأسلوب ده في المعاملة.
نتكلم على كتاب تاني لكاتبي المفضل وهو ويليام شكسبير. ولد ويليام شكسبير سنة 1564. عاش حوالي 49 سنة. قدم للمسرح، هو رائد المسرح الأدبي العالمي. قدم للمسرح حوالي 36 مسرحية ينقسموا ما بين مسرحيات تاريخية ومأساوية وكوميدية. له عدة مسارح. تم انتقاله إلى لندن وهو في عمر 22 سنة. عاش 6 سنوات لحين بدأت انطلاقته، وبدأ يتشهر من أول مطبوعة شعرية له كانت بعنوان أونيس وأودونيس. بعدها بعام عمل أول عمل مسرحي له. من وقتها وهو كان بيغزو لندن. ولد الكاتب في إنجلترا ولكن شهرته جات من لندن. من الروايات اللي أنا حبيتها العاصفة. العاصفة من الروايات اللي بتشرح الصراع الدائم ما بين الخير والشر، ما بين العداء والعفو والسماح. بتتكلم عن الحب بنبل وشرف. بتتكلم عن تحرير الروح من أسرها وتحرير الأرواح المسحورة. بحب جدا الروايات اللي بتنتهي بنهايات سعيدة، والعاصفة كانت منهم. في رواية تاني في الكتاب بعنوان حلم ليلة صيف. وكان أكتر تعليق حبيته لهذه الرواية إن بيقول: يا ليت كل مشاكل المحبين تنتهي بمجرد حلم. فعلا احنا لو مشاكلنا كلها انتهت بمجرد حلم احنا استيقظنا منه، أكيد الحياة هتبقى أحلى كتير. نيجي بقى لدواويني. أعرفكم على الديوان الأول ليا وهو بعنوان مجنونة الهوى. وجنون الهوى هو جنون الروح، علشان سألت كتير بيقول هو الهوى مجنون. لا، هو تعبير مجازي بشبه فيه جنون الروح. ده الديوان الأول ليا، كتبته وأنا عمري 18 سنة. أول قصيدة كتبتها أفتكر إنها كانت اسمها حبيبي من أكون، ولكن كانت خاطرة مش قصيدة. غيرت اسمها ابحث عني. القصيدة دي أو الخاطرة كانت لا تخلو من الأخطاء الإملائية، كانت مليانة وانتقدت فيها بشكل مبالغ فيه. أول ما قررت إن أنا أبدأ أنزلها في المنتديات علشان الناس تشوف الأسلوب، حسيت انتقدت فيها وكل الناس بصت للأخطاء الإملائية، وأنا كنت زعلانة جدا إن هم إزاي بيهينوا مشاعري، لكن ما كنتش فاهمة يعني إيه إن هم بيفيدوني علشان أطور من نفسي. وحطيتها وأصريت إن أنا أحطها في الكتاب، بس طبعا بعد ما صلحت أخطائها الإملائية كلها. الكتاب ده وانا عزيز قوي على قلبي، بيعبر عن مراحل كتير انا عشتها في حياتي. قصايده قريبه من قلبي، ومن اقرب القصايد لقلبي هي تجعلني ليلى وانت المجنون، وايضا قصيده بعنوان سبب انتحاري. بفضلها جدا. بعدها بسنه اصدرت ديواني التاني وهو جولييت. وليه سميته جولييت ده؟ علشان كان في موقف حصل ما بيني وبين صاحبتي وعبرت عنها في قصيدة وسميتها جولييت. ومن الوقت ده أنا قررت أن يكون الهيد بتاع كتابي هو جولييت. الكتاب دون فيه أشعار كتير عن الثورة، وبيتكلم عن القضايا في فلسطين. يعني أنا بعتبره منوع، وكان أكتر نضوج شوية من الديوان الأولاني. خلاص حسيت أن قلمي ابتدى ياخد شكل أكتر، في خبرة، في تعلم. من الدواوين اللي عزيزة عليا برضو من القصايد اللي أنا بحبها في البي غيران والطفلة المنسية وجولييت، وقصايد كتير بصراحة أنا بحبها فيه. هي كل أعمالي أنا بحبها لأنها بتأثر فيا وأكيد بتعبر عن تجارب أنا عشتها. وكده يبقى رحلتي انتهت مع الكتب اللي احبها، وعرفتكم على كل الكتب اللي أنا بجد بلاقي نفسي فيها وبلاقي نفسي وأنا معاها، وأنا برفقتها ما ببقاش وحيدة خالص.